بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الاحتفالية الرائعة التي تقام تحت شعار التميز، شعار التفوق والريادة لأبطال رياضية جميلة اسمهم براعم، لكنهم رجال ونجوم المستقبل لنادينا الحبيب نادي إنبي. هذه الاحتفالية التي تقام تحت رعاية السيد الفاضل رئيس مجلس إدارة نادي إنبي السيد الأستاذ أيمن الشريعي، وبحضور الكابتن عبد الناصر محمد المدير الرياضي والكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة للفريق الأول لنادي إنبي، وأيضا أبو الناشئين والبراعم الكابتن إمام محمدين، والمتميز الخلوق الكابتن عماد جابر نائب رئيس القطاع. هذا بجانب الكابتن وليد رمضان الخلوق الدينامو المدير الإداري للقطاع. قطاع البراعم بنادي إنبي حيث استطاعوا لفت الأنظار وجذب الإعجاب وعمل الإبداع الرائع في بطولة الصيد الودية رقم 17، واستطاعوا حصد لقب الدرع العام للبطولة والفوز بعدد 3 بطولات في المركز الأول وبطولتين في المركز الثاني. هذا لم يكن ليتحقق إلا في ظل دعم متواصل من مجلس إدارة النادي ومساندة كبيرة وفعالة من السادة القائمين على قطاع الناشئين والبراعم تحت قيادة أبو الناشئين والبراعم الكابتن إمام محمدين، والخلوق الجدع ابن البلد والمتواجد دائما في جميع المحافل الرياضية الخاصة بالنادي الكابتن عماد جابر نائب رئيس القطاع، والدينامو صاحب الأسلوب الهادئ والعمل المتميز الكابتن وليد رمضان المدير الإداري للقطاع. هذا بجانب فنيين وإداريين وأطباء على أعلى مستوى يترأسهم الخلوق والحريف الكابتن أحمد سمير بيبو صاحب البصمة الواضحة والأسلوب الراقي. الآن كلمة أبو الناشئين والبراعم الكابتن إمام محمدين رئيس القطاع. أولا كل الشكر للسادة الحضور، السادة أولياء أمور لاعبتنا، قيادات أولادنا البراعم الصغيرين، لهم كل الشكر والتقدير، هم أصحاب المكان الرائقة والرفيعة لينا. برحب بحضراتكم في يوم جميل من أيام نادي إنبي العريقة. برحب بالأستاذ أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة النادي، مش جديد عليه التكريم، وهو أصلا بيحب التميز، يحب النجاح، يحب التفوق. ممكن نكون مزعلينه فترات كبيرة، لكن النهارده يوم من الأيام البيضاء بالنسبة له، وبالتالي هو اللي أمر بإقامة حفل بالشكل الرائع اللي احنا فيه النهارده. برحب بالسيد الأستاذ عبد الناصر محمد مدير رياضي النادي إنبي، السيد الأستاذ محمد سيد عضو مجلس الإدارة، كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول، قيادات العمل الفني والإداري والطبي بقطاع البراعم، كل الشكر والتقدير. ما عنديش حاجة كتير أقولها غير إن احنا بنحاول نحافظ على إنجازات النادي الكبيرة اللي تمت في فترات سابقة. يا ريت نفتكر التاريخ العريق ده ونحاول نستثمر فيه ونجتهد أكتر وأكتر. النهارده إذا كان رئيس مجلس إدارة بيحتفل بيكم وبيعمل يوم رائع للتكريم ده، هي رسالة لكل واحد يحب النادي ده يحطه في المكانة اللي اتربينا عليها وكبرنا جواها. أتمنى التوفيق ليكم دايما، وهنفضل داعمين ليكم في مسيرتكم، وإن شاء الله يتقدم لكم كل الدعم المطلوب لنجاح المنظومة دي. بشكر مرة أخرى وأخيرة كل السادة الحضور، كباتن الكبار، قيادات قطاع البراعم، بكل الشكر والتقدير. بشكر زميلي عماد جابر وبشكر زميلي الكابتن وليد، وهدوءهم واضح، واحنا بنكمل رسالة كبيرة قام بيها قبلنا الكابتن محمد قبل ما يتولى منصب مدير الكرة. بتمنى له كل التوفيق في رحلته الصعبة، وان شاء الله يبقى النادي كبير زي ما اتعودنا دايما. شكرا جزيلا. اما الان
كلمة واحد من أبناء هذا المكان يقضي معظم وقته فيه، استطاع في فترة قصيرة أن ينال حب واحترام كل من تعامل معه وكل من عمل في نادي إمبي. واحد من أكبر داعمين قطاع الناشئين والبراعم، ومتابع جيدا جدا وقريب من كل مدير فني وكل مدرب، بل قريب جدا من كل لاعب في النادي، من أصغر لاعب في قطاع البراعم إلى أكبر لاعب في الفريق الأول. الآن كلمة السيد الأستاذ أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إمبي. مساء الخير يا جماعة عليكم جميعا. أنا في الأول بحب أشكر قبل اللعيبة وقبل نادي إمبي وقبل الناس دي أولادهم، الناس الشقيانة اللي بتأسف لكم على اليوم الحرب، يعني ما كانش بمزاجنا، متضايق جدا ان انتوا قاعدين حر كده، بس كعادتكم معانا يعني دايما انتوا اول داعم لينا، وقفتكم مع اولادكم ووقفتكم مع النادي. بشكر طبعا اللعيبه علشان انا جاي النهارده بصراحه عشان اقول لهم كلمه واحده: انتوا سبب سعادتي انا. انتوا رجاله بجد، عشان الرجوله مش بالسن، الرجوله بالتربيه. وبقول تاني وباكد تاني ان الرجوله مش طالعه من النادي، الرجوله طالعه من بيوتكم. اللي طلع من بيت عارف يعني ايه تحمل المسؤوليه وان هو يبقى بطل، ده دور كبير قوي يتحمله ولي الامر في الاول في التربيه، ويتحمله شخصيه اللاعب، وبعد كده يبتدي المديرين الفنيين بتوعنا والاداره اخر حاجه اللي بتحمي الموضوع ده. فانا عايز اقول لكم ان انا نفسيتي بترتفع لما اجي اقعد معاكم، ده اللي خلاني النهارده ابقى مصمم ان انا اجي اقعد معاكم، لان انتوا بحاجه الامل والقوه للنادي ده كلكم بلا استثناء، من اصغر واحد لاكبر واحد. طبعا بشكر المنظومه، طبعا كابتن امام محمدين وكابتن عبد الناصر وكابتن عماد جابر، والعزيز على قلبي نجم المستقبل احمد سمير مع بقيه الاستاف بتاعه وكل نجاحاتهم. يستحق فيكم، يستحق فعلا فيكم. لازم يا حبايبي تعرفوا ان احنا دورنا ما بنعملش ابطال ونجوم بس، احنا بنعمل مدربين محترمين. احمد سمير بيبو ممكن كمان 3-4 سنين يبقى المدير الفني للفريق الاول، وده دورنا. زي ما بنكبر اللعيبه وبنطلعها للفريق الاول بنكبر مديرين فنيين. فاحنا عندنا في قطاع الناشئين والبراعم في إمبي افضل مدربين، بنديهم الدعم، وطبعا بشكرهم اسم وهفضل وراهم زي ما قلت لكم، هفضل وراهم. مفيش حد في عهدي هيتظلم، ومفيش حد مش هياخد حقه فني ومالي واداري وكل حاجه. بكرر الشكر تاني، وبتاسف لاولياء الامور على العذاب اللي احنا عملناها لهم، وربنا يوفقكم دايما وتسعدونا دايما يا ابطال. متشكر جدا. بشرف الحفل الآن الأستاذ محمد رفاعي المدير التنفيذي لنادي إمبي. إهداء للدرع ألعاب لبطولة الصيف
من السيد رئيس قطاع الناشئين الكابتن إمام محمدين إلى السيد الأستاذ أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة النادي. مدربا لحراسة المرمى الكابتن محمد عزمي أخصائي الجيم. فريق مواليد 2010 حسن أحمد استني بقول اسمه رجالك عشان دلوقتي مش مهم اسمك بطل. ما تاخدهاش طه بس على النت. نبدأ توزيع الجوائز. الجهاز الفني لفريق 2009 الكابتن أحمد صابر مدير فني، كابتن أشرف عبد الرحمن أحمد راوي مدرب عام، كابتن إبراهيم صديق مدرب لحراسة المرمى، كابتن قطب محمد قطب إداري، الكابتن محمد أو دكتور محمد مجاهد طبيب، الكابتن محمد عزمي أخصائي جيم، والكابتن محمد رضا يونس أخصائي تأهيل وتدريج للفريق. فريق مواليد 2010 حصل على المركز الثاني، ويتقدم لاستلام كأس المركز الثاني الكابتن فتحي محمد علي عماشة المشرف الفني للفريق، وواحد من مؤسسي نادي إمبي، وواحد من أصحاب الأيادي البيضاء على قطاعات الناشئين على مر السنوات، الكابتن محمود خليل آدم شيكو المدير الفني للفريق، وكابتن فريق مواليد 2010. أحسن لاعب في المسابقة اللاعب زياد أحمد مسلم، أحسن لاعب في مسابقة مواليد 2010. تعالى كده على جنبي يا ايوه وايضا تكريم خاص للكابتن مجدي عبد الجواد المدير الفني لحراس المرمى، وواحد يعني من المؤسسين واللي طلع على ايده اجيال كبيره جدا من حراس المرمى اللي بيلعبوا دلوقتي في الدوري الممتاز وفي المنتخبات الوطنيه. فريق مواليد 2011 كأس المركز الثاني الكابتن نور الدين ناجي المدير الفني للفريق، ومعاونوه الكابتن أحمد خالد السيد متولي، كابتن هاني حسن مدرب لحراس المرمى، كابتن عمرو مصطفى إداري، الدكتور أشرف عز طبيب الفريق. أيضا جائزة أفضل لاعب في البطولة أحمد سامي محمد شحاتة. سامي ليه جمهور كبير. بص
عنده شعبية سامي. البطولة والمركز الأول الكابتن محمد محمود خالد المدير الفني، الكابتن محمد إسماعيل المدرب العام، الكابتن ياسر عبد المجيد مدرب الحراس، والكابتن مصطفى مغربي المدير الإداري للفريق. الكابتن بيبو والكابتن أحمد والكابتن إيهاب دسوقي يعني المفروض يشرفونا في جنب المنصة الرئيسية عشان يسلموا على مدربينهم وأولادهم ولاعبتهم ونحتفل بيهم في هذا الاحتفال الجميل والبطولات الجميلة. بص هنا بص هنا. أحسن لاعب في البطولة اللاعب طه السيد ماهر محمود. طه السيد ماهر محمود أفضل لاعب في البطولة. مبروك يا طه. بص هنا طه سلم على رئيسه. بص أيضا هداف البطولة. أنا لسه ما قلتش هو الجمهور اللي بيغششك. حبيبي يا طه. سعيد سعد سليمان عمر الشهير بالجزار. ألف مبروك يا جزار. بص يا جزار. جزار. ألف مبروك. مواليد 2013 حصدوا لقب البطولة المركز الأول الكابتن إكرامي محمد خميس المدير الفني للفريق، الكابتن حمادة فتحي محمد علي المدرب العام، الكابتن محمود محمد عامر عبد مدرب لحراس المرمى، الكابتن محمد أحمد مصطفى المدير الإداري للفريق، والدكتور حسام محمود أبو زيد طبيب الفريق. إكرامي ليه جمهور، كابتن إكرامي ليه جمهور، لعبته مسيطرة النهارده. مبروك يا عمر. بص هنا بقى. وللعام الثاني على التوالي هداف مسابقة الصيد وبطولة الصيد للعام الثاني على التوالي اللاعب محمود هيثم محمد. يلا يا هداف. بص هنا حبيبي. ارجع السلم بقى. بص قبل ان ننتقل للصور التذكاريه لابد ان نشكر اصحاب المجهود الكبير، الجنود المجهوله في قطاع البراعم والناشئين، عمال الملاعب والتجهيزات. الف مبروك فريق مواليد 2009 المركز الاول. يلا خلاص تمام. شكرا للقائمين على مقر نادي إمبي الكبار. متشكرين جدا جدا جدا. انتوا سبب قوتنا انتوا. فانا بكرر شكري ليكم واشكر كابتن عبد الناصر محمد المدير الرياضي وكابتن وليد رمضان على شياكه الحفل، على شكل إمبي اللي هم دايما بيحافظوا عليه.
متشكر جدا يا جماعه، متشكر جدا.